لان الجو كان مش عارف، الجو مش وحش يعني، الميه هاديه. إيه اللي حصل بقى الله اعلم، ده في علم الله والله. انا في منطقه بحري، لسه عربات الاسعاف بتاعت الانقاذ النهري، في عربيتين واقفين. وطبعا هم منتشرين في المدينه الشرقيه في بحري، حوالين المنطقه نوت. اكيد جوه على المراكب بيدوروا على محمد. ان شاء الله يطلع يا رب. محمد هشام ابو السيف 19 سنه، صياد. كانوا طالعين في عرض البحر يصطادوا. زمايله بيقولوا هم راجعين داخلين البوغاز او داخلين الميناء الشرقيه، وقع في البحر. حاولوا ينقذوه، بس الموج كان عالي اول امبارح. فما قدروش يعني، البحر بلعه وما ظهرش خالص. جم بقى في الانقاذ النهري وغطاسين المتطوعين بتوع اسكندريه، رئيسهم مهاب الملحي. بيحاولوا كده ايه ان شاء الله. ممكن يكون طلع في اي مركب، طلع في اي حته، الله اعلم. ما شايف جوه غطاسين في البحر، طبعا الشمس جامده مش باينين. لكن عربيات الاسعاف ديت أو الميكروباص دي عربيات الانقاذ النهري. فين بقى الغطاسين وفين رجال الانقاذ؟ اعتقد هم جوه في البحر في الميه، مش هيقعدوا في العربيات اكيد يعني. يقولوا بصوا هو غرق في مدخل، المدخل قدامنا على طول، ده اخر السور بتاع ممشى القلعه. انا بحسب امبارح، بس سالت ولد من بتوع الصيادين، قال لي ده اول امبارح، مش امبارح. يعني كده بقى له 3 ايام في الميه، النهارده 3 يوم يعني. لو حد عنده اي معلومه قول لنا يا جماعه. ان شاء الله نطمنكم دوت، ونلاقوه حي ان شاء الله، يا رب يا رب يا رب. يطمن اهله كده واخواته، لو متجوز او عنده عيال او ايا كان يعني. في بحري يا حبيبي، في بحري، هنا في بحري، بحر اسكندريه. كان في اول امبارح صياد سمك، كان داخل بالمركب، في المراكب اللي هي مراكب الصيد ديت. فوقع من المركب. يا عم بقى ارحمنا على الصبح بقى يا عم. صباح الفل يا حبيبي. قاعد اتفرج على البحر معانا، اتفرج، ما ندخلش في اي حد والنبي، ماشي لو سمحت يعني، لو سمحت. لا، في الراجل غرقان ده، شوفوا يعملوا في ايه بس. بقول لك كان في واحد صياد وقع من المركب اول امبارح وغرق، لسه لحد الآن ما ظهرش يعني.